تعالوا بقى النهاردة نعمل مع بعض أحلى طبق قلقاس ممكن تاكلوه في حياتكم بجد. هوريكم ازاي نطلع كده اللحمة دايبة، ومش عايزة لحمة اعمليه بفراخ براحتك يعني، ويطلع معانا زي الزبدة كده زي ما انتوا شايفين دايب بجد، حرفيا كان دايب. واللون اللي بيحبوا اللون الغامق ده، بصوا هوريكم كل حاجة نمشي مع بعض واحدة واحدة كده، واي حد بيستصعبه بجد هي يعني بعد الطريقة دي هيبقى أستاذ فيه. يلا بينا نخش على الطريقة. انا هنا جبت حلة سخنتها حلوة قوي من غير اي مادة دهنية، وهنزل باللحمة بقى، عايزة نص كيلو ربع كيلو براحتك بقى حسب عدد الافراد. خلاص هنزل بقى باللحمة كده على الحلة سخنة، واول ما واسيبها بتاع 5 دقايق كده تاخد لون، هقلبها على الناحية التانية، وهحضر بصلاية وورق لورا ومية مغلية، بس مش عايزة اكتر من كده. وهسيبها بقى ايه تغلي مع نفسها كده، مش هنحط ايه الملح والفلفل غير بعد ما اللحمة تستوي. اول ما نحس ان اللحمة استوت هنزل بالفلفل والملح. وهنا بقى انا بقطع القلقاس، انا ما بغسلهوش، انا بقطعه، واي حاجة سودة كده بشيلها بمنديل، وبجيب فوطة يعني فوطة مطبخ، اي قماشة، اي حاجة عندك تكون نظيفة بعمل فيها القلقاس، انا ما بغسلوش يعني. جربوا كده الطريقة دي على ضمانتي وهيعجبكم جدا جدا جدا. اي حاجة بقى يعني انا باخد حبة بحبة كده عشان اضمن ان كل قلقاسية كده مسحتها. وهنزل بقى يعني همسح حلو قوي قوي القلقاس، وهنزل بقى فيه في الحلة يعني، انا يعتبر بقى بمسح شريحة شريحة، بعد يعني بمسحها الاول من تحت ومن فوق، وبعد ما بقطعها برضو ايه بمسحها تاني يعني، ما بخليش فيها اي حاجة. وخلي بالكوا لازم السكينة تبقى ما فيهاش ولا نقطة مية ولا القطعة اللي احنا بنقطع عليها، تمام. بعد ما قطعت كده القلقاس بكل الطريقة طبعا ومسحته، هغطيه بالشوربة. بصوا انا مش عايزه شوربه كتير عشان اللون يطلع معانا حلو كده، انا يا دوبك بغطيه بالشوربه، وهرفعه بقى على النار لغايه اما ايه يستوي. وهنا بقى دول حزمتين من السلق، انا جبت السلق كده وقطفته زي ما انتوا شايفين، انا عايزه الورق بس مش عايزه العود الرفيع. دول كانوا حزمتين كده من السلق، طبعا غسلتهم حلو قوي وقطفته، وهضربه بقى في الخلاط. انتوا عايزين تخرطوه بالمخرطة تمام، لكن الخلاط شغال. ودي كوباية من الشوربة كده عشان تمشي معانا الخلاط، مش اكتر يعني، هو اول ما الخلاط يمشي معانا كده هي كوباية شوربة هتمشي الدنيا يعني. على حزمتين السلق، انا ولا بحط كزبرة ولا بحط حاجة، هو السلق بس. خلاص وهصفيه طبعا حلو قوي، وجبت طاسة كده فيها مكعب من الزبدة، بس مكعب مليان او سمنة زيت براحتك. وهنزل بقى ايه بالسلق اللي احنا ايه خدناه صفيناه حلو قوي، وسيبنا برضو ميته عشان هنحتاج. وهحمره كده ايه في الزبدة بقى سمنة براحتك يعني. خلاص وبعد وما يدبل كده شوية هنزل بمعلقة توم كبيرة، انا بنزل بالسلق الاول وبعدين التوم. هنا بقى رجعت للقلقاس بشوفه لو استوى، لازم القلقاس يستوي الاول، استوى خلاص وبقى معايا تمام، هنزل بالمية الخضراء اللي احنا صفيناها مية السلق، وبرضو هرجع عليه اللحمة كده تاخد من طعم القلقاس، احنا كل ده لسه منزلناش بالسلق، دي المية اللي احنا ايه صفيناها منه. وده السلق هنا كده، بصوا يعني انا مش هنزل بالكزبرة غير لما التومة تتحمر. اول ما التومة اتحمرت وخدت لون نزلت بمعلقة كزبرة. خلاص كده هو بقى جاهز معانا، بقى نحطه على القلقاس طبعا واحدة واحدة عشان ما يفرش معانا، واحدة واحدة ننزل بيه كده، اكنك بتعملي طشة للملوخية، واحدة واحدة وانتي بتنزلي. وشموا بقى احلى روايح، وخدوا احلى طبق قلقاس على ضمانتي بجد، طريقة سهلة وبسيطة وهتعجبكم جدا. وحرفيا القلقاس كان دايب يعني زبدة هو واللحمة، وعملنا طبعا شوية رز وشوربة، مينفعش يبقى فيه لحمة من غير ما نعمل شوربة. بس وبس كده حبايبي، بقى خلصنا فيديو النهاردة، اتمنى تجربوه يعجبكم، اشوفكم في فيديو جديد.